السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وصحة وهنا. اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة فيديو معاكم جديد. من زمان ما عملتش معاكم فيديوهات. النهاردة ان شاء الله فيديو هيكون فيديو يعني ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. بس في البداية عاوزين منكم لايك واشتراك واعجاب بالصفحة كده ولا القناة، وان شاء الله الفيديو تستفادوا منه على اكمل وجه. هنبدأ معاكم الفيديو. احنا هنعمل النهاردة، هنعمل معاكم حاجة جديدة للفراخ البلدي. احنا عندنا كل البيوت فيها عيش، العيش اللي هو اللي بنشتريه طبعا او بنخبزه او بنعمل لازم يفيض منه. فده لو فاض منه رغيف 10 5 2 3 بننشفهم عشان نعوزهم بعدين مش نرميهم يعني. فانا طبعا عندي بنشف، بما ان الايام دي صعبة جدا في الغلا بتاع العلف والطيور عايزة كل يوم اكل. فانا طبعا عندي يعني العيش اللي فاض عندي بعينه، فبجيب ليهم. جبت لهم النهارده كده اول يوم، جبت لهم جردل زي ما انتم شايفين كده عيش. كله عيش بقى متنوع، عيش فينو، عيش اسمر، عيش اخضر. المهم ان هو عيش موجود ناشف ومحمص. شوفوا، محمص على الاخر. اي عيش بيفضل عندي بحطه على السطح يوم اتنين تلاتة واقوم لمه في شكارة وعينه. ليه؟ لان انت بتعوزه ان كان في بط عندك، ان كان عندك فراخ. طبعا الفراخ البلدي جشاش، الفراخ البلدي في البيت هي حاجة اسمها الجشاش بتاع البيت. فدي انت ما تخافش منها، حلاوة الفراخ البلدي في كده. او البط، يعني هو البط والفراخ. بس طبعا انا ما عنديش بط، فالفراخ البلدي ما شاء الله عليها هي اللي عندي بتكنس وما بتتعبش مثلا من الاكل ده. لا، ده هو الاكل ده هو اللي بخليها مظبوطه وبخليها مية مية. انا جبت الجردل وبدات اشتغل فيه زي ما انتم شايفين كده. هو جامد على ايد الواحد صحيح. لو فيه مدشه عندك ولا حاجه بتبقى احسن. لو انت عندك شكاره اتنين تلاته بتروح تعملهم في المدشه وتعينهم، بينعمهم اكتر شويه عن ما انا بعمل كده، على اساس ان الفرخ او الحاجه اللي بتاكل بتعرف تنجي منه. بس طبعا الفراخ اللي انتوا عارفين منقارها حد شويه. بدات ان انا ايه اعمل لهم العيش. يا جماعه الناس من غير غلط، يعني معلش يعني حاجه بسيطه كده. الناس من غير غلط اللي مش بتستوعب كلامي، يا ما تخش عندي او مش بتفهم، تطلب مثلا انك تفهم بادب واحترام، يا اما ما تكتبش ليا كومنت يخلي الواحد يزعل او يتكلم كلام مش لازمه. انت مش بتفهم كلام، خلاص براحتك. شوف في الطيور وكل القنوات متعبيه فيديوهات على كل اللي انت عايزه. فيا ريت كل واحد مثلا مش فاهم يا اما يسأل صاحب القناه، يا اما ما يسمعش الفيديو ويروح يسمع فيديوهات تانية وهيقول لا دي بتفهمش ولا بتعملش عشان خاطر بس الكلام والقيل والقال. احنا برضو لنا لسان نعرف نرد بس. والواحد مش مستاهل ان الواحد يتكلم كلمه مش ليه لازمه او لفظ مش ليه لازمه لاي حد، لان احنا في الاخر كلنا ناس محترمه وناس متربيه وناس عندها ناس بتشوفنا كتير، اطفال وكبار كده يعني. فاحنا مش عاوزين نطلع لفظ خارج او لفظ مش لازمه عشان خاطر ربنا يسترها معانا. خلينا في اللي احنا فيه. احنا دلوقتي بدأنا يعني خلصنا العيش. هنبقى بس هنضغط عليه شويه عما يدنيه، يعني ايه، يكسر فيه عيش كده جامد. شايفين بنروح بيتك عليه جامد. ده اللي هو الفينو، يعني هوريه لكم حتى الفينو اهو. دي لازم الواحد يطرش اهو. بس اقول لكم والله مفيد جدا جدا جدا، لان في رده وفيه دقيق وفي حاجات حلوه خالص وخميره وفي كل حاجه. بيفيد يعني بيفيد الطير ان كان بط ولا فراخ. يا سلام دي لو البط، الله عليه لو البط دي. شايفين كده احنا يعني هو خشن شويه، بس اقسم بالله انت تشوفوا ساعه الاكل ما فيش ما تبطلوش. هو خشن شويه بس على قد ما ايدي جابت يعني. هنجيب بقى الدشه اهيا. يا جماعه الدشه اللي انا بجيبها دلوقتي دشه خشنه، بس هو كده عمار جابها لي وسط. انا بجيب دشه خشنه يعتبر الحبات الذره نصها مكسور بس. ليه؟ عشان بتفضل فتره بتفضل فتره في بطن في الحصله بتاعه الفرخ، ما بتتهضمش على طول. انا بغلب على فكره الحله السلسين دي او العجينه السلسين دي كبيره مش صغيره، كبيره. مع برضو بقى جبت معاهم بعد الدشه جبت معاهم 4 بصلات او 3 بصلات. ليه؟ لان الايام دي طبعا الجو متقلب، والطيور البلدي بالذات الايام دي يعني اقل حاجه بتخبطها، اقل حاجه بتقوم ضربه فيها، بتعمل لها مشكله، بتعمل لها برد، بتعمل لها مش عارف ايه. فانا قلت اعمل لهم بصل
وانا معودهم كده اصلا من اول ما جبتهم، ان انا دايما بصل اخضر، بصل ناشف، توم، اي حاجه فيها كرات، اي حاجه خضراء، او اي حاجه مثلا اللي هي بتحوش البرد والحوت الحاجات ديت، بتحط لي 3 بصلات خلطتهم بالمره كده على الاكل. مش هنخسر حاجه يعني، البصل في كل بيت مش هنخسر حاجه. اصبح كده احنا حطينا عيش اللي هو اللي انت مكسره، وحطينا دشه، وحطينا البصل. شايفين؟ يا سلام بقى لو كده الصبح وهم جاي بقى على الحاجه انت بتعبيها لهم، هات لهم مثلا ايه نص كوبايه خل، يا عيني عليك، نص كوبايه خل بس كده على على الميه، يا سلام، او نص او غطيين عسل. في الايام دي بالذات، الايام دي يا جماعه محتاجه كل حاجه تفيد الطير، الايام دي بالذات. هنقوم نخش عندهم بقى. بسم الله ما شاء الله. اللي شايفين الديوك، ما عادش عندي ديوك الا 4 ديوك بس. الديوك كلها احنا ذبحناها. ام عمار ما شاء الله عليها سلت عليهم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، على طعمه، طعمه تحفه، طعمه تحفه، لدرجه ان امبارح انا بقول لها انا عاوز اجيب ديوك، بس عاوز اجيب كميه ديوك عشان اربيها بس. شايفين؟ هنبدا بقى نحط لهم اهو. شايفين هيبقوا عاملين ازاي؟ يا جماعه العيش مفيد، الفراخ ما بتسيبوش، الفراخ ما بتسيبوش، ما بتسيبش حاجه تحتها خالص، ما بتسيبش حاجه نهائيا. حلاوه الفراخ البلدي في كده. ايه الفراخ البلدي والفراخ الجميز والفراخ اللي هي الفيومي، في الحاجات دي اكل بس. انا ما عادش عندي الا 3 ديك حمر، وديك اللي هو الالوان اللي في الوسط اللي بيجري ده، بس ده نسيبه الفراخ بس. شايفين؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني هم بادئين يبيضوا، هو مشكلتهم بيبيضوا بس، بادئين فيهم يبيض، هو لسه ما ضغطوش في البيض. احنا عندي 2 بس ببيض. هوريكم الوقت هنشوف البيض بتاعهم برضو، لقيناهم في الخزانه اللي موجوده. بسم الله ما شاء الله، بصراحه يعني حاجه تحفه. انا كنت عاوز اقصقص الريش بتاعهم، بس طبعا البرد دخل، ما ينفعش تقصقص بقى خلاص، لانك عشان تقصقص يعتبر ان نصهم هيطير، نصهم هيموت. فاحنا مش ناقصين. والايام دي والله العظيم صعب جدا جدا جدا. انا عندي فراخ فيها تعبه، يعني في فراخ كده تحس ان هي واقفه مش مظبوط، يعني الفرخه اللي الحاجه دي شكلها مش مظبوط. فانا حبيت اعمل لهم البصل عشان كده. بس ما شاء الله يعني ما حلوين، مش وحشين يعني. شايفين؟ باكله كله، بصل باكله انت لو حطيت توم باكله توم كل اللي انت عاوز تحطه حطه، كل اللي انت عاوز تحطه حطه. انا اللي عندي دلوقتي كنت عاوز احط لهم علف بياض، بس قلت لا، رجعت تاني قلت لا مش حاطط، علشان خاطر ان ما اضغطهمش، اخليهم بيض براحتهم، يشتغلوا في البيض براحتهم. اي يعني ده حاجه واحده واحده كده، بص تلاقيهم كلهم هيبيضوا. لو عندك بقى حبه خضره، اي حاجه في البيت. انت طبعا احنا كلنا بناكل الصبح، بنقوم الناس تغسل، بتبص تلاقي بواقي اكل كتير معاك. كل البواقي لمها، اخد البيض اهو، بيضتين هم، كل البواقي اللي في البيت لمها، على ان كنت ما كانش عندك علف ما تحط ليهم، حط البواقي، ان كان بواقي رز بواقي عيش، بس ينصع العيش اللي انت تحطه طري شويه، لو تبله له سنه وتسيبها ليهم يبقوا 100 100. اه شايفين؟ مش مخليين، ما شاء الله يعني. طبعا انا ما حطيتش لهم حاجه على الميه، لان كنت حاطط لهم امبارح خل، فما حطيتش النهارده. يعني اصلا كل يومين 3 كده بحط لهم حاجه على الميه، عشان خاطر يعني فيتامينات، حاجات من دي، عشان خاطر الايام دي برضه يا جماعه. انا بقول اهو، الايام دي الجو مش حلو، الايام دي الجو مش حلو، الجو لانه بيتعب الانسان، مش هيتعب الطيور، بيتعب الانسان. وبعدين الفراخ البلدي، البط البلدي، الروم البلدي، اي حاجه فيها بلدي بتبص تلاقيها الايام دي فيها شويه حاجات كده. بسم الله ما شاء الله. الناس اللي معايا من زمان عارفه ان الفراخ ديت انا كنت جايبها حاجات صغيره كده، ومربيها واحده واحده معايا. هم باكلوا، مش هيسيبوا حاجه خالص، مش هيسيبوا حاجه خالص. مش تنسونا في الاشتراك واللايك يا جماعه. شايفين دي برضو ورق خاص، ورق خاص كان فايض من معمار، حاطط لهم برضو، وبقايا الشبت والحاجات اللي هي معاه دي. حتى الليمون، حتى الليمون نفس الموضوع، بحط ليهم باكلوه، مش بيخلوا حاجه. بسم الله ما شاء الله يعني. ودي كلها فايده لهم هم، مش فايده، لا فايده لهم هم. يعني ما بحطش لهم حاجه باكلوها الا اذا كان فايده ليهم برضه. يعني انا اوقات بوقف مثلا الصبح بقوم من النوم كده، بتلاقيهم جعانين، بقوم جاي ماسك لهم 10 15 بصله ومخرطهم وارميها لهم.
مخرط، وبفتح الباب واقوم مشوحهم لهم كده ياكلوا وانا واقف. دي اللي بتاع اللي بيضوا فيها هنا العشه دي يعني. وكتر البصل والحاجات اللي لحد اللي طيور الايام دي حلو، بصل كرات، بصل اخضر، اكل اكل ما تسيبش حاجه. والحاجات البلدي دي بتاكل كل حاجه في البيت، اكل وما يهمكش. يلا يا جماعه مش تنسوا اللايك، ومن زمان مش نزلنا فيديوهات، عايزين الفيديو دي يضرب معانا كده في المشاهدات. وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما قلت لكم، اللي ما بيستفادش مني يا جماعه، او ما او مش بيستفاد مني، خلاص يبعد عن القناه، مش دعوه بالقناه. بس ما يجيش يكتب لي تعليق مش ليه لازمه. عاوز يكتب تعليق يسال، انا يكتب لي وانا هرد عليه. انما يقول كلمه غلط، انا مش بحب الكلام الغلط، لان انا في الاخر ما بحبش اغلط في حد. احنا كلتنا ناس كبيره وناس فاهمه وناس بتحب الخير للناس، فخلينا حلوين مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.